بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وغبت عليكم شوية، معلش غصب عني، بس انتوا بجد وحشتوني جدا. وحشني الفيديوهات معاكم، بس قلنا بقى نرجع تاني بنشاط كده النهارده ونقضي اليوم مع بعض. بس بالله عليك قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا انا قمت من النوم بقى، كنت امبارح بالليل لميت كل الفرش بتاع كراسي السفره ومفرش السفره والكنب والتكايات وكله، وغسلته ونشرته. قمت من النوم لميته، كان نشف خلاص، وغسلت حتى الورد الابيض ده لازم اغسله عشان لونه ما يغيرش ويصفر كده ويبقى وحش. بغسله بميه تحت الحنفيه بس كده، وممكن احط شويه مسحوق ولا حاجه في الميه وخلاص، بيطلع بيبرق وبيبقى نضيف وزي الفل. وقلت بقى اشيل السجاده واسيق الارض الاول قبل ما افرش بقى الفرش النظيف اللي هو كان مغسول امبارح ده. مش هينفع ما اكنس واسيق الاول وبعدين افرشه. فقلت بقى الاول ادخل بس اوريكم منظر الصاله كده. قلت يا بنت تعملي لك كوبايه قهوه تفوق كده معاكي، وادخلي بقى اوريهم انت هتعملي في الصاله. شلت السجاده وكنست الارض ومسحتها مسحه كويسه جدا، ولمعت الخشب كله ونفضت الكنب وكل الكلام ده ولمعته على الفرش. بس قلت بقى وانا بفرش كده اشرب القهوه، وانا بفرش الكنب كده والتكايات والحاجات بتاعتي دي، اشرب القهوه قصدي، واظبط مزاجي كده عشان افرش على روقان. مشغله المروحه بقى ومشغله حبه قران كده على الصبح، وبشرب بقى القهوه وانا بفرش الصاله. بس انا مش عايزه اشغلكم معايا، يعني انا بوريكم مقتطفات من يومي كده عشان تعرفوا انا بعمل ايه في اليوم بس. يا رب فيديوهاتي تعجبكم، ولو عجبتكم بالله عليكم حطوا لايك، شجعوني. بس انا عارفه ان انا مقصره ومش بعمل معاكم فيديوهات كل يوم، بس غصب عني والله. فرشت كله بقى اهو زي ما انتم شايفين، كل حاجه بقت نظيفه وزي الفل. فرشت السفره والمفرش بتاعها والكراسي والكنب، بصوا خليت الدنيا زي الفل. وفرشت السجاده وخليت الدنيا كلها فل. لازم انا بعمل كل مدى كده الحكايه دي علشان احنا قعدتنا كلها هنا اصلا، فلو ما عملتش كده الحاجات هتتوسخ وهيبقى شكلها وحش جدا. وانا الصراحه بحب ايدي في حاجتي علشان تبقى دايما نظيفه. طول ما ايدك في حاجتك ودايما بتنضفيها وبتغسليها وبتروقيها، عمر حاجتك ما تتوسخ ابدا معاكي ولا تبقى وحشه. فخلصت الصاله بقى وشربت القهوه ودخلت بقى على المطبخ. قلت اعمل لهم اكله حلوه بقى، اكله مصريه شعبيه يعني كلنا بنعملها، يعني مش حاجه ما فيهاش اي افتكاسه. عايزين ناكل فراخ محمره وحبه لوبيا وحبه رز، انتوا فاهمين يعني الاكل المصري العادي بتاعنا. حطيت بقى الفراخ على قدنا احنا الثلاثه كده، لان ابني مش بياكل الفراخ اللي بعضمها للاسف يعني. فهسلقهم بقى كده. قلت انا بحب اشوح الفراخ الاول بحبهان ومستكه وورق لورا، واديها تشويحه حلوه بقى، وبعد كده احط عليها الميه. معلش البياعين كلها بتنادي النهارده وانا بسجل على الفيديو، يلا الحمد لله. وبحط بقى فلفل اسمر. والله العظيم انت مضطهدني، حرام عليك، سيبني اسجل الفيديو يا عم الحاج. معلش انا اسفه، كل شويه اقطع، يا رب بس الفيديو يطلع مظبوط في الاصوات الرهيبه دي. بصوا يعني حاولي ربنا يهديه. بشوح بقى الفراخ تشويحه حلوه كده ومحترمه، بعدين بزود لها الميه. هي دي طريقتي فيها. بحمر شويه شعريه بقى علشان اعمل شويه رز بشعريه. واللوبيا كانت سلقت فشطفتها وحطيتها بقى في المصفى تتصفى. وبغسل الرز اهو. والفراخ بصوا هتغلي، لسه هتغلي. حطيت لها بصل وورق لورا وحبهان ومستكه وفلفل وكوبيبه صيني حصى. الحاجات دي كلها بتاعت الشوربه، بتحطي منكهاتك بقى. وطلعت اكياس صلصه من الفريزر كده، قلت عشان اعمل بيها اللوبيا، بتسهل عليا الدنيا صراحه وبتنجز معايا في الوقت يعني. بحمر الشعريه بقى تحميره كويسه كده، وبعدين نزلت بالرز اللي انا غسلاه وحطيت له حبه ملح، وبشوحه بقى كويس قوي. وبعد كده هنزل عليه بالميه. الميه بقى مقدارها عقله صباع فوق الرز، مش اكتر من كده. هيطلع معاكي الرز مفلفل وجميل جدا، ولا يفرق معايا الميه ساقعه الميه سخنه، ولا تفرق معايا، بيطلع زي الفل. ده كلكم ستات بيوت شاطرين وبتطبخوا احسن مننا، بس الكلام ده للبنوتات الصغيرين اللي هم لسه بيتعلموا. يمكن واحده بتتفرج عينه ولا حاجه تاخد بالها من التكات دي. خلي الميه عقله صباع على الرز كده، هتبقى حلوه جدا معاكي. بيطلع مفلفل وطعمه جميل قوي الرز بشعريه بتاعنا اهو. بصوا، والرز حطي له معلقه زبده او سمنه، وبصوا بتخلي طعمه حلو جدا مع الزيت، هتفرق في الطعم. لو انت مش بتحطي وبتستخدمي زيت بس،
جربي بس معلقه سمنه او زبده كده بتخلي الرز طعمه في حته تانية خالص، بالذات الرز اللي بتاكليه بالطبيخ او بالفراخ او كده. غير الرز اللي بتاكليه بيه السمك وكده ما بحبش احط فيه سمنه اصلا يعني. جبت بصلايه بقى شوحتها كده في حبه زيت علشان اعمل بقى ايه تسبيكه البتاع اسمها ايه اللوبيا. الطماطم يا دوبك مادام ما تفك بس هنزل فيها اللوبيا لان هي متسبكه ومعصوره وكل حاجه، بس انا بحب ازودها بس ايه معلقتين صلصه كده عشان تبقى تقيله وحلوه. خدت بقى حبه شوربه من الشوربه بتاعتنا، حطيت فيها راس ثوم وحطيت فيها مكعب مرق وحطيت فيها حبه كزبره ناشفه وغليتهم كويس قوي، وبعد كده نزلت بقى بالملوخيه الناشفه على الشوربه الجميله المتحيقه اللي فيها كل حاجه دي. بصوا لون الملوخيه اخضر ازاي، لونها اخضر اصل الملوخيه دي طازه وصعيدي، فملوخيه ناشفه جميله جدا. بصراحه انا بحبها قوي، حتى لو في ملوخيه خضراء بحب اعمل الناشفه برضو في حته تانية لوحديها كده. وبعدين انا بجيب نوع حلو جدا ومتنضف على الاكل على طول، يعني مش بتقعدي تنضفيه ولا حاجه. بصوا لونه والله الكاميرا ظلمه جدا، لونها اخضر قوي وليها عرق كده ولفه كانك بتاكلي ملوخيه خضراء بالظبط. والطريقه اللي انا بعملها بيها دي انصحك تعمليها بيها، الطريقه تحفه تحفه تحفه. ما بحطهاش على النار خالص، انا بغلي بس الشوربه بتاعتها كويس قوي المتحيقه بالثوم والمرق بتاعه الدجاج والكزبره الناشفه، وبحط الملوخيه بره النار وبعد كده اعمل لها الطشه حكايه، ولا بحط كربونات وتوجع بطنك وتنفخها. مش عارفه، انا حاسه ان الفيديو ده هيبوظ من كتر ما بقفل كل شويه التسجيل، كل شويه يقطع. يا ربنا يوعدني ببياعين، مش عارفه التسجيل ده تقريبا هيبوظ على فكره، ربنا يستر. بعمل طشه الملوخيه بقى اللي هي توم وكزبره ومعلقه سمنه كده على معلقه زيت ورشه ملح كده، ولما يبقى لونها ذهبي تطشي بيها الملوخيه، ما تسيبهاش لما تتحرق علشان ما تمررش معاكي الملوخيه. اسمعي بس الصوت ده تعرفي ان هي مظبوطه جدا. بصوا حاجه كده اللهم بارك، كاني بعمل ملوخيه خضراء، حاجه جنان طعم وريحه مش عايزه اقول لكم. انا طشتي بتقلب البيت يعني اللي في البيت كله بيبقوا عارفين، اللي في العماره كلها بيبقوا عارفين ان ام مصطفى عامله ملوخيه يا جدعان انا عيالي وجوزي من الناس اللي بتحب الملوخيه جدا، ناشفه خضراء بقى مش فارقه، بس انا بعمل الناشفه زي ما بوريكم كده بالطريقه دي، بتطلع بصراحه حكايه يعني. بس المهم نوعيه الملوخيه، يعني جيبي ملوخيه صعيدي نوعها حلو جدا متنضفه كده وحلو، هتبقى حلوه قوي. طبعا انا خلصت الاكل بتاعي وركنت الحللي على جنب بقى، وحمرت فراخي عشان انتوا عارفين الفراخ المحمره بتطرطش وتبهدل الدنيا جامد يعني، وظبطت كل الاكل ورحت بقى ايه قبل ما ناكل بقى. بصوا انا كل يوم بعمل ده الروتين اليومي بتاعي، قبل ما اكل بغسل بوتاجازي. ليه بقى؟ لان بوتاجازك وهو سخن على طول كده قبل الدهون ما تتجمد عليه، وما بتغسليه اول باول كده بيبقى نضيف معاكي زي الفل، وما بياخدش معاكي وقت ولا خلطات ولا اي حاجه في الدنيا. عشان في ناس كانوا بيكتبوا لي هو بوتاجازك دايما نضيف كده ازاي، قالوا له بيلمع، انت بتعملي له خلطات ايه؟ والله انا ما بعمل اي خلطات، انا من يوم ما جبته هو بقاله عندي الحمد لله الحمد لله يجي 5 سنين مثلا او اكتر شويه. من يوم ما جبته وانا بعمل ايه بقى، كل يوم اخلص اكلي اروح غسله على طول، ما سيبوش بقى لما العيون بتاعته تتحرق ولا الزيوت تتجمد عليه واقعد اعمل خلطات وادعك فيه بالسلك ومش عارفه ايه. ده بيأثر عمر البوتاجاز على فكره، والدهون بتاكل البوتاجاز بتخليه صدي وبتاكله. فانتي على قد ما تقدري على طول خلصي اكلك وعلى طول نضفيه. انا والله ساعات كان عندي هسس كده، كنت لما اكلي يتكب على البوتاجاز كنت اطفي على الاكل واغسل البوتاجاز وبعدين ارجع الاكل تاني اتهيالي ان انا لو سبته هيتحرق مش هعرف اطلعه يعني. عشان كده بتقدري تحافظي على بوتاجازك. انا بوتاجازي القديم قاعد عندي 10 سنين، مش عايزه اقول لكم انا يعني كان فله شمعه منوره كده يعني، اللي كان يشوفه ما كانش يصدق ان في حد بيطبخ عليه، وهو يعني قاعد 10 سنين عندي. بغسل بقى ايه العيون بس اللي هي مطرطش عليها زيت او محروقه او كده بشيلها اغسلها على الحوض، غير بقيه العيون اللي نضيفه بقى بغسلها مكانها، يعني مش بشيلها كلها كل يوم يعني. وبغسل الحيطان حوالين البوتاجاز وبغسل ظهر البوتاجاز علشان الفراخ المحمره انتوا عارفين بتطرطش الزيت بتاعها على الحيطان، فلازم امسحها على طول علشان ما يتجمدش ويبهدل لي الدنيا. والشفاط برضو انا كنت مشغله طبعا عشان الدهون وكده، بعد اكله كبيره زي دي وطرطشه زيوت ومش عارفه ايه لازم امسحه، بجيب خرقه بقى ايه مبلوله بخل كده وحبه صابون واروح مسحاه من الزيوت، وكل مثلا 10 ايام ولا حاجه افك واغسله على الحوض.
فعشان كده برضو الشفاط بتاعي بيبقى نضيف جدا. بعد بقى ما خلاص لميت بالقماشه بقى الصابون اللي انا غسلت بيه، ما بغسلش غير بالسلكه ما بغسلوش غير بالسلكه وبالسبونج قصدي، وحبه مسحوق بس. بصوا بقى نضيف زي الفل. بلمعه ازاي بقى؟ بعد ما بغسله والم الصابون بجيب الفوطه القطن بتاعه المطبخ دي، امسح بيها البوتاجاز اخر مسحه بتخليه بيلمع وزي الفل من غير ملمعات ولا اي حاجه. وبوريكم ان انا مسحت الشفاط برده بقماشه كده قطن فيها خل وصابون بردك عشان يبقى ما فيهوش دهون ولا حاجه. وغسلت مواعيني اللي كانت في الحوض ومسحت حيطاني وظبطت دنيتي، ورجعت الاكل على البوتاجاز بقى لغايه ما يجي ميعاد الاكل وناكل. بوريكم الملوخيه بعد ما خلاص بصوا هديت بقى وبرد كده بقى جميله جدا. والفراخ بعد ما حمرتها اهي جميله جدا. احنا بقى لنا شويه ما كناش فراخ محمره، فالنهارده كان هافف علينا ايه فراخ محمره بقى ايه وملوخيه ولوبيا، انتوا فاهمين. لازم نعمل نوع طبيخ كده احمر جنب الرز وملوخيه، ده طبيعي يعني. بصوا الصلصه بتاعت اللوبيا تقيله كده ومتسبكه ولونها جميل ازاي، واللوبيا بقى عظمه عظمه. بصوا جمالها، مفيش والله احلى من الاكل المصري بتاعنا. لما تسبكيه وتعمليه صح بيبقى بصراحه حلو جدا. والرز بشعريه بقى طالع مش عايزه اقول لكم، فلفل كده وعظمه طعم وريحه اهو. بصوا الرز مفلفل بقى طعمه وريحته تحفه. بصوا هو ده الاكل المصري العظمه اللي احنا بناكله، بيبقى حلو جدا بصراحه، احنا عشان متعودين عليه. النهارده بقى قلت اعمل لهم اكله حلوه كده، وظبطت مطبخي بقى وبوتاجازي والحيطان ومسحت الشفاط وغسلت مواعيني اللي كانت في الحوض وكنست ارضيه المطبخ. بصوا ظبطت دنيتي وفضلت قاعده مستنيه بقى ايه ميعاد الاكل، رحت حاطه لهم الاكل. انا بحب اعمل كده، هو ده روتيني وبحب اظبط يومي على كده. غرفت بقى من كل الاكل اللي حضراتكم شفتوه وعملناه مع بعض، اللوبيا والملوخيه والفراخ، الرز بشعريه والمخلل والعيش، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم.